أكيد بنسمع من وقت للتاني إن اتنين كانوا بيحبوا بعض، مع ذلك فجأة كده سابوا. الفيديو ده بقى أو المقطع ده هقول حاجات بقى كده محدش قالك عليها، وهي بقى بدون أي مقدمات كده ليه الراجل بيبعد وينهي، حتى لو كان بقى رقم واحد هنا الضغوط النفسية. طبيعي جدا إن إحنا أحيانا بنمر بضغوط حياتية، والضغوط دي بقى ممكن تخليه إنه يتخلى عن العلاقة، إنه يستمر فيها يعني. على سبيل المثال ضغوط في شغل، ده طبعا بيخليه يحس أو يشعر إنه مش قادر يوفيلك، فبيقرر ساعتها بقى إنه ينسحب من العلاقة. الحاجة هنا رقم اتنين، مفيش توافق ما بينهم، يعني في الاختلافات الشخصية والأهداف وغيره. يعني باختصار كده هو عكسك تماما طريقة التفكير. حتى بقى لو كان بيحبك، ده هيخلي بقى ان يكون في مشاكل ما بينهم. هديكي مثال صغير كده، زي واحدة مثلا عايزة تتجوز، وأول لما تتجوز تقول، أما بالنسبة له الموضوع مختلف، مفكرش في الموضوع على الأقل سنتين ثلاثة. الحاجة هنا كمان رقم ثلاثة هو خوفه من الالتزام. بعض الرجالة بيخافوا من فكرة الالتزام، وخصوصا بقى لما يلاقوا شكل العلاقة خدت شكلها أو مسارها الجاد. على سبيل المثال راجل عنده تجارب كتير سيئة، طبيعي جدا إنه هيتأنى علشان ما يكررش نفس الغلط. رقم أربعة ومهمة جدا، دخول الأهل والأصدقاء في حياته. أحيانا هنا بيكون تدخل الأهل مش كويس أو مش بشكل إيجابي، فطبيعي جدا إن الراجل هيحس بضغوط عليه. مع الوقت بقى ده هيخلي الراجل يبعد. يعني لو باختصار كده قبل ما تتجوزيه أهلك أو أسرتك كانوا واخدين منه وبعد كده التعامل بقى فيه كده أو واخد شكل مكيد، إنه دايما بيمسكوا ودنك ويسلطوكي عليه علشان طبعا ما تريحوش، وده طبعا مش صح. رقم خمسة ومهمة، عدم التقدير. لو حس الراجل إنك مش مقدريه أو مش محطوط في عين الاعتبار، بتتجاهليه يعني ومش عاملة أي حساب له، أكيد ده نفسيا هيأثر عليك. يعني مثلا مهم إنك تظهري تقديرك وتعبه علشان، إنما لو عملتي بقى عكس كده ده هيخليه يحس بإنه مش مهم. لازم نكون عارفين بقى راجل وست إن العلاقات كده بشكل عام بتواجهها صعوبات كتيرة جدا، وإن مفيش أي حاجة في الحياة بتيجي بالسهل. يعني الحب هنا لوحده مش كفاية، لازم نرويه طول الوقت عشان يكبر. فمهم بقى إنك تعرفي الأسباب دي وتعرفي إنك تتعاملي معاها، بدل بقى ما نسيب الأمور تكبر والمشكلة تتفاقم وما نعرفش نحل. أشوفك على خير إن شاء الله.